السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين والمشاهدات في كل مكان من أنحاء الوطن العربي الكبير، أهلا ومرحبا بكم وفيديو جديد من قناة تحليلاتكم. ولكن في البداية خير ما نبدأ به هذا الفيديو كالمعتاد هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ثم أما بعد، مباريات المنتخب المصري طبعا ومواعيد المباريات والقنوات النقلة في كأس العالم 2026 لمباريات المنتخب المصري طبعا في المجموعة اللي بتضم طبعا نيوزيلندا وبلجيكا وإيران. أول جولة نبدأها كده بسم الله ما شاء الله مع المنتخب البلجيكي. منتخب مصر هيواجه منتخب بلجيكا، ودي هتكون يوم الاثنين 15 يونيو 2026. موعد المباراة طبعا هتكون الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة، وملعب المباراة هتكون مقامة على ملعب سياتل الأمريكي. دي أول جولة. بعد كده الجولة الثانية بعدها بأسبوع برضه هتكون يوم 22 اللي هو يوم الاثنين 22 يونيو 2026، وهتكون قصاد المنتخب النيوزيلندي. منتخب مصر منتخبنا المصري هيواجه منتخب نيوزيلندا في الجولة الثانية، ودي هتكون زي ما قلنا يوم 22 يوم الاثنين 22 يونيو، وهتكون الساعة 4 الفجر، هتكون الساعة 4 صباحا بتوقيت القاهرة، وهتكون مقامة في كندا على ملعب اسمه ملعب فانكوفر. والجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة منتخب مصر هيواجه فيها منتخب إيران، ودي هتكون بعد 5 أيام، هتكون يوم 27 يونيو 2026، وهتكون مقامة في تمام الساعة طبعا 6 صباحا الساعة 6 الصبح بتوقيت القاهرة، وهتكون مقامة على ملعب الجولة الأولى اللي احنا لعبنا فيه الجولة الأولى مع منتخب بلجيكا اللي هي ملعب في أمريكا، ملعب سياتل الأمريكي. دي الثلاث جولات يا جماعة بتوع منتخبنا المصري مع المنتخبات طبعا اللي في المجموعة بتاعة المجموعة جيم في كأس العالم 2026 المقامة في كندا والمكسيك وأمريكا. خلينا أقول لكم القنوات اللي بتذيع المباراة طبعا كلهم مذاعين على شبكة قنوات بين سبورتس، وبالتحديد قناة بين سبورتس ماكس 1 و 2. أما بالنسبة في خبر بيقول لك إن في قناة جزائرية بتذيع حصريا مباريات طبعا المنتخب المصري ومنتخب الجزائر. أنا المعلومة دي ما تأكدتش منها لحد الآن، ولكن أنا سمعت بعض الأخبار بتقول يعني إن في قناة جزائرية بتذيع مباريات بالتحديد المنتخب المصري والمنتخب الجزائري. ولكن هل القناة دي برضه هتكون مشفرة ولها اشتراك ولا هتكون مفتوحة برضه الله أعلم، ولكن المؤكد ان هي مذاعه على شبكه قنوات بين سبورتس زي ما انتم عارفين، بين سبورتس ماكس 1 و 2 و 3. خلينا اقول لكم يا جماعه ده كل ما يخص مواعيد مباريات المنتخب المصري في كاس العالم اللي جايه 2026 في كندا والمكسيك وامريكا. تتوقعوا الى منتخبنا المصري وايه يعني سيناريوهات الصعود لدور بعد دور المجموعات دور ال16؟ يعني ممكن نتهزم مثلا من بلجيكا ونتعادل مع نيوزيلندا ونفوز على ايران ونصعد ب4 نقاط كمركز ثاني، ولا نتهزم من بلجيكا ونفوز على نيوزيلندا ونفوز على ايران ونصعد كمركز اول او ثاني ب6 نقاط، ولا نتعادل مع بلجيكا ونتعادل مع نيوزيلندا ونفوز على ايران ونصعد ب5 نقاط؟ استنى توقعاتكم طبعا وسبل الصعود لكاس العالم او لدور ال16 من كاس العالم، او طرق الصعود او سيناريوهات الصعود للمنتخب المصري اللي نتمنى له بالطبع طبعا التوفيق في هذه البطولة، وباذن الله نطلع من دور المجموعات يعني نصعد للادوار اللي جايه دور ال16، وان شاء الله طموحنا اكتر من كده كمان. في النهايه ما تنسوش الاشتراك في القناه والاعجاب بالفيديو علشان يوصلكم كل جديد. كان معكم من قناه تحليلاتكم ناصر عبد الرحمن، وخير ما نختم به الفيديو زي ما بدأناه والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.